مشاهدون قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من وسط المدينة. شوفوا معنا شنو واقع في هذه اللحظات. صعصع مقرقة بهرس تقريبا 7 ديال الطوموبيلات. شوفوا شنو دار لهم هنا في البحيرة وسط المدينة. فالناس في انتظار العناصر الأمنية من أجل التدخل وإيقاف هذا الشخص اللي قام بهذا الفعل الجرمي هنا في مدينة الدار البيضاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينا فأزيد من 6 ديال السيارات اللي تم التخريب ديالهم من طرف صعصع هنا في المدينة القديمة، وبالضبط في البحيرة. شوفوا معنا شنو واقع في انتظار وصول العناصر الأمنية. شوفوا معنا مشاهدينا شنو واقع فهذا الشخص هذا اللي قام بهذا الفعل الإجرامي. على حسب ما سمعنا بأنه يلا خرج من السجن، يلا خرج وتورط في تخريب العديد من السيارات بالبحيرة وسط مدينة الدار البيضاء. الساكنة وأبناء المنطقة كيعيشوا في حالة ديال الرعب، كيقولوا بأنه جاب بسيف والحجر وبدا كيهرس في طوموبيلات. لا حول ولا قوة إلا بالله. في انتظار وصول العناصر الأمنية من أجل إيقاف المشتبه فيه يتورط في هذه القضية هذه. شوفوا معنا شنو واقع. هادو طوموبيلات ديال مواليهم مبلاصين هنا ما عليهم ما بهم، حتى كيجي واحد الشخص كيهرسهم كاملين. فهنا لازم التدخل ديال العناصر الامنيه وايقاف هذا الشخص اللي كيشكل خطر على الناس ديال المدينه. فعلى حسب ما سمعنا كيقولوا بانه ما كانش في الحاله الطبيعيه ديالو. وصول العناصر الامنيه في هذه اللحظات، فرقه الدراجين بمنطقه اونفا، شكرا على المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها، تبارك الله عليهم. وصلوا لعين المكان وغادي يديروا اللازم وغادي يوقفوا هذا الشخص. هذا الشخص يلا خارج من الحبس على ما سمعنا، والان غادي يتم الايقاف ديالو من طرف فرقه الدراجين. شكرا على المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها. فالتحقوا لعين المكان على وجه السرعه. غادي يوقفوا هذا الشخص وغادي ينال الجزاء ديالو. فاللي دار الذنب يستاهل العقوبه. شكرا لهاد الرجال هادو على المجهودات اللي كيقوموا بها. فوصلوا لعين المكان غادي يديروا الاجراءات اللازمه من اجل ايقاف هذا الشخص هذا. فلازم تشديد العقوبه على هذا الشخص اللي هرس ازيد من 6 سيارات هنا وسط مدينه الدار البيضاء. لازم تشديد العقوبه على هذا الشخص. كنتمناو على انهم يوقفوه في اقرب وقت. نخليكم معنا في هذا البث المباشر لحظه وصول العناصر الامنيه بمنطقه اونفا، فرقه الدراجين. شكرا على المجهودات الخرافيه اللي كيقوموا بها من اجل ايقاف هذا المشتبه فيه. شوفوا معايا شنو واقع لحظه التدخل ديال العناصر الامنيه. شكرا فرقه الدراجين بمنطقه اونفا. حيد اخويا الله يرضي عليك على المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها من اجل ايقاف هذا الشخص هذا. فشكرا للعناصر الامنيه بمنطقه اونفا، هادو فرقه الدراجين. شكرا لهم على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها من اجل ضمان امان وسلامه المواطنين. شكرا لهم وتبارك الله عليهم. ازيد من 6 سيارات اللي تم التخريب ديالها من طرف واحد الشخص هنا بالبحيره بمدينه الدار البيضاء وسط المدينه. شكرا للعناصر الامنيه فرقه الدراجين بمنطقه اونفا، تدخلوا على وجه السرعه وتفاعلوا بجديه مع
هذا الشخص هذا، فغادي يتم الايقاف ديالو في القريب العاجل من طرف هذا الرجال هذو. فغنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم بث اخر ان شاء الله، تبقوا على